حسام، مرحبا بك. مساء النور، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ والله الحمد لله. تعرف، تحية ليك. الله يسلمك. تعرف نيامات هادو راني مع الشهاده تاعك، ما كنتش على بالي بلي عندك قصه طويله. راك ايوه راك راك ايوه خبيت علينا حقائق وحقائق. انا كنت شايفك من قبل هكا عندك مداخلات في القنوات، لكن ما كنتش عارف القصه تاعك يعني بالضبط، وانك عشت في الجزائر وانه قصه طويله. والله عشت في مخيمات العزة والكرامة. وعشت سنوات في الجزائر، في تلمسان، في وهران، في تبسة، في درت. يعني عندك معرفه كبيره بالجزائر يعني، وكنت والله كنت طالب، ما على باليش اذا تحب تحكي لنا شويه القصه تاعك. لا، هو ببساطة أنا والله في الحقيقة ما كنحبش نهضر على راسي أصلا. لا لكن على والله، العموم ولكن بخلاصة. انت كشغل عندك تجربه تعطي صوره للانسان هذا، خصوصا انه انا نتكلم، انا صراحه انا كي نسمع لك نحب انه الجزائريين يستفادوا من الكلام نتاعك، لانه القضيه تاع الصحراء غير معروفه تماما. ربما راك عشت في الجزائر وتعرف بانه التفاصيل، الناس راهي ما صحيح. تعرفش اصلا ما معنى الصحراء الغربيه مغربيه. تمام تمام. هذه انا لهذا نحب يعني اذا تحب تحكي لنا شويه القصه تاعك، مرحبا. والله هو أهمية يمكن هذه التجربة الشخصية المتواضعة هو الاطلاع على قضية من الجانبين، من الضفتين، خاصة في مخيمات تندوف وفي الجزائر. هنا أنا مزداد هنا في الأقاليم الجنوبية وكبرت هنا. وفي مرحلة معينة كان هناك نوع من الانفتاح الديمقراطي بين نهاية التسعينات بداية الألفينات، خاصة يعني تسامحني فقط، راني ندير لك، انك تعرف حنا رانا دولة عسكرية، ندير لك استجواب على الطريقة العسكرية. معناتها انك ولدت في الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، يعني ولدت مواطن مغربي. طبعا تماما. اوكي، وكبرت في المغرب، كبرت وترعرعت في المغرب. اوكي. هو غير في مرحله معينه، هو منذ بدايه النزاع كانت هناك محاوله للبوليساريو للتغلغل في المناطق في الاقاليم الجنوبيه، لكن تعززت قدرتها على التغلغل ابان الانفتاح. يعني خاصة بداية استلام عاهل البلاد محمد السادس الحكم، كان دشن يعني قفزة نوعية فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي. قبله حتى بسنوات كان هناك حكومة تناوب، كان احتضان للمعارضة التقليدية، عودة المعارضة من المنفى والى اخره، ولكن كانت هناك ايضا انفتاح على المستوى الحقوقي. تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، البوليساريو دخلت على الخط واستغلت تلك اجواء الانفتاح. اظن انه الانفتاح توقف لما صارت حوادث حادثه اغتيال شرطي، وبدات الامور تنفلت نوعا ما فيما بعد. ما نظن. هو بشكل عام الوضع في نهايه التسعينات الى اليوم افضل بكثير مما قبله، لانه ما قبل كان هناك سنوات جمر الرصاص، هذا ما اقصده. السبعينات والثمانينات كان هناك محاولات انقلابيه مع من قبل. اوكي قياسا للقبل. كان هناك الحرب ايضا في الصحراء، خاصه عانينا هنا في الصحراء من اجواء الحرب ومن الاجواء الامنيه والى اخره. ولكن في التسعينات كان هناك السلام، وعلى يعني حاله السلم، وعلى مستوى المركز كان هناك تدشين انفتاح ديمقراطي. المهم ما يهمني في الموضوع على انه الدعايه الانفصاليه دخلت على الخط وتوسعت قاعدتها، توسعت يعني كان هناك تنظيم، حتى تنظيم سري، ما يسمى ببوليساريو الداخل، محاولات لتأطير الصحراويين. والحقيقة الدعاية الانفصالية كانت قوية، حتى أكون صريح يعني، حتى نكون منصفين. الدعاية الانفصالية تلعب على وتر العاطفة، وتر العصبيات، وتر الشوفيني الضيق، الحس، وتر المظلومية أيضا، توظف الأغنية، الموسيقى، الشعر. المهم على أن في تلك الأجواء الشباب، الإنسان كي يكون في مرحلة معينة راهو يكون ينجذب نحو الخطاب. طبعا شعبوي ورومانسي وحالم. الشباب بالتأكيد، والتأطير كان على مستوى المراهقين وعلى مستوى الشباب، وكنت من ضمن هؤلاء الشباب الذين تأثروا بالدعاية الانفصالية، وانخرطت فيما يسمى بالتنظيمات السرية والى آخره. في مرحلة معينة نضجت عندي فكرة. على العموم كان في الحقيقة، حتى يكون منصفا، التنظيمات أيضا، هذا التنظيم السري كان مخترق،
وتلقى ضربات قويه، خاصه على مستوى يعني قياده التنظيم هذا الداخلي. في كل مره كان يقبض على مخترق من جهاز المخابرات المغربي، يعني هو اللي كان طبعا كان مخترق دائما. وانا عشت يعني تفاصيل يعني في محاولات مثلا كتابه منشورات او يعني تعليق اعلام او بعض الشغب، كنا دائما نحس على اننا مخترقون وعلى انه بيننا من يوصل الاخبار الى هنالك. ولكن كانت هناك ايضا ضربه قويه سنه 2000 ربما، حينما يعني اعتقل بعض العناصر القياديه في هذا التنظيم الداخلي. والمهم على انه كان هناك مستويين، على انه البوليساريو تحولت للنشاط الحقوقي، ركبت على ذلك الانفتاح الحقوقي وبدأ تأسيس جمعيات والى اخره. انا كان اختياري اني انتقل للضفه الاخرى، خاصه حينما تفكك هذا التنظيم الداخلي. هذا راه نتكلموا فقط قبل قديميزيك، يعني ماناش في يعني كثير. قديميزيك كان 2010، انا نتكلم في بدايه الالفينات على ما اظن. وين راك تتكلم؟ نتكلم على الفتره تحديدا منذ 99 حتى 2004، لاني التحقت بالبوليساريو سنه 2004 تماما. وكم كان يعني في السن؟ كنت في المراهقه ولا كنت في بالتاكيد في المراهقه، لانه في 99 كنت 16 عام، في 2004 كنت 20 تقريبا سنه ولا 21 سنه. وفي حقيقه الامر كنت ايضا انشط في خلايا اعلاميه، تحديدا خلايا اعلاميه وخلايا تلاميذيه والى اخره. ولكن في الضفه الاخرى تم توجيهي للعمل في راديو البوليساريو، لانهم كانوا بداوا يركزون على النشاط الحقوقي هنا وعلى ما يسمى بالنضال المدني. كيفاش كان اسمه وقتها؟ ماشي راديو الزمله؟ لا، هو سميته الاذاعه الوطنيه، ولكن لديهم اذاعات ما يسمى باذاعات جهويه على مستوى الولايات. في احدى تلك الاذاعات الجهويه ما يسمى باذاعه جهويه كان اسمها اذاعه زمله. هي في الحقيقه التسميه ليست بنفس الدلاله في اللهجه المغربيه طبعا. اصلا موجوده الانتفاضه تاع انتفاضه الزمله يعني تماما. هو حي في مدينه العيون، ونسبه للهضبه بالحسانيه الهضبه اسمها زمله، ولعلها لها اصول ايضا في اللغه العربيه. لكن كانت تسمى بالفعل اذاعه ولايه العيون. كانت لديها هذا الاسم دلاله على تلك الانتفاضه التاريخيه ضد الاستعمار الاسباني سنه 1970. لكن عموما تم توجيهي للعمل في الراديو، وعملت في الراديو لفتره. نقدر نسالك كيف خرجت من المملكه المغربيه وكيف دخلت الجهه الاخرى؟ كان سلس عن طريق موريتانيا طبعا، لانه في الفتره التي تنقلت فيها كان الطريق سالك وجوازات السفر متاحه، والطريق ليس فيه اشكال في الوصول بطبيعه الحال. من موريتانيا دخلت مباشره على المنطقه العازله ورحت لتندوف. تماما. كان النقل متوفر والتنقل يعني سالك، خاصة في تلك الفترة. كان أيضا حتى الرقابة لم تكن بذلك الشكل في الطريق، بخلاف بعد ذلك بسنوات. كان الدرون غير موجود في تلك الفترة. تماما. لكن بخلاصة التجربة حتى لا أطيل، طبعا عملت في اعلام بوليساري، ولكن اصطدمت بواقع. يعني انا قادم من مناخ انفتاح حقوقي وتعدديه، ويعني مناخ يتيح التعبير عن الراي والى اخره. فاذا بك تقحم في بيئه منغلقه، بيئه عسكريتاريه، بيئه حزب واحد، فكره واحده وقمعيه وهيمنه بعض مجموعه من العناصر القياديه، وايضا مناخ من يعني من المحسوبيه والزبونيه والنعرات القبليه والى اخره، والفساد ايضا، الفساد والفوارق الطبقيه والى اخره. وشخصيا اصطدمت مع هذا الواقع. لم البث كثيرا حتى بدات انشط كمعارض، بدات اكتب بعض المقالات المعارضه، لكن طبيعه الحال المعارضه محدوده تحت سقف البوليساريو. من داخل المخيمات. طبعا في المخيم كانت هناك حركات ولا تزال، ولكنها خجولة، تقتصر على مثلا المطالبة بالإصلاح والمطالبة بالتغيير والمطالبة بالتشبيب إلى آخره، لكن دون تجاوز السقف. وقفت وقتها يعني على تجاوزات لحقوق الإنسان وغير ذلك من أمور من هذا الطابع، أم يعني كنت في الشق الإعلامي فقط؟ أنا كنت يعني أنشط كمعارض من خلال كتابة المقالات، وكنت أحتك بهذه الحركات المعارضة، الحركات الشبابية أساسا، وانضويت في بعضها.
وعموما البوليساريو كانت يعني الحقيقة بدأت تضعف ككل. كانت القدرة على التعبئة ضعيفة، القدرة على ضبط الأوضاع ضعيفة، الجانب الأمني ضعيف، وبالتالي لم تكن لديها القدرة أيضا أصلا لإعمال يعني القمع بشكل كبير، فضلا على انه كانت رغم الدعايه انها قويه، الدعايه قويه بحيث على انه لا يوجد من يعني يستطيع الخروج على سقف الجبهه، الكل منضوي في الجبهه، انت تعارض لكن ضمن اطار البوليساريو. وفي حال ما يعني في حال ما بلغ الامر انه تصير تشكك في البوليساريو فتجابه بالقمع طبعا. لكن كنت اقف اساسا على يعني على شكل كبير من التسيب ومن الفوضى، خاصة بما يتعلق بتدبير المساعدات، وخاصة بما يتعلق بتدبير أيضا الأجهزة الأمنية والعسكرية. يعني أيضا تلقيت التدريب العسكري وانضويت في يعني الجناح المسلح، الجبهة الانفصالية في المناطق العازلة، ومارست مهام العسكرية. ولاحظت أيضا الضعف الكبير في الجناح العسكري، الفوضى الكبيرة لا فيما يتعلق بالسلاح. ثم وكان هناك اختراق كبير من طرف أنا وقفت على الاختراق الفكر الديني المتطرف، يعني كان هناك استنتاج لدي منذ تلك الفترة على أن الأمر من الواضح أنه مدبر، لأنه كان يعني يتم نقل العناصر نحو مالي ونحو الصحراء الكبرى بشكل يعني يكاد يكون علني، يعني في وضح. لهذا المرة الماضية كنت قلت أنه الإشكالية أيضا هو الرقم اللي يعطيه النظام الجزائري هو 176,000. على كل حال الأمور هذه لا أظن أن الرقم يصل إلى هذا الحد، لكن أنه فيما بعد حتى إذا بعد حل القضية يعني لا أظن أن المغرب سيقبل باستقبال يعني كل من هم في المخيمات، لأنه هناك خطاب متطرف، يعني ده خطاب داعشي بشكل صريح. ما نقولش الجميع منهم في المخيمات، لكن موجودة الإشكالية هذه يعني تاع الخطاب المتطرف. أنا لا أدري كيف سيكون التعامل مع الإشكالية هذه فيما بعد أصلا. لا، هو يعني كان يعني بفعل فاعل، كان يعني متعمد الأمر، لأنه كما أسلفت ضعف قدرة الجبهة على التعطير، لأنه بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الألفينات، بدء الإنترنت وسنوات من السلم. يعني حينما نتحدث عن السلم معناها مبرر الحرب ومبرر التجيش ومبرر العسكرة لم يعد مقبولا، ثم تراجع المساعدات الإنسانية وتراجع الدعم الدولي، هذا أيضا أضعف البوليساريو، خاصة يعني بعد يعني تغير موقف القذافي. هذه العوامل كلها أفرزت ضعف للبوليساريو، فكان يعني الاستنجاد بالتنظيمات المتطرفة وبالفكر الديني المتطرف لأجل المساهمة في تأطير الشباب وفي ضبط تلك التوازنات القبلية والاجتماعية المعقدة، وأيضا المساهمة في الخطاب الديني المتطرف كأنه عامل لحشد نوعا ما الناس، وحشد يعني وللتوجيه وللضبط وللتعطير. أساسا أن تكون الناس مؤطرة لأنها بدأت تخرج عن طوع الجبهة، ولكن أيضا عامل للتنفيس، لأنه أنت لديك تكاثر يعني بشري، هناك قاعدة شبانية كبيرة، وهناك يعني غياب الأنشطة الاقتصادية وغياب الموارد، يعني ضعف غياب يعني سبل العيش غير موجودة. مثلا الحياة تاع الشاب يعني نتكلم في المخيمات، ما نتكلمش على العناصر المسلحة. يعني فيما تتلخص الحياة تاع واحد خصوصا المولودين مثلا في المخيمات، اليوميات تاعو؟ هذا هو المشكل بالضبط، لا يوجد أي أفق، الإشكال لا يوجد أمل أصلا. الحياة بالفعل بئيسة، لأنه يولد في مخيمات في ظل العسكرة وفي ظل التأطير السياسي والتوجيه إلى آخره، لكنه يجد نفسه بدون أفق. يعني هناك أذرع كثيرة للتأطير، لكن هذه الأذرع في حقيقة الأمر في مرحلة معينة تعجز عن معالجة هذه معضلة البطالة ومعضلة الفراغ إلى آخره. لماذا؟ هناك مثلا أذرع تنظيمات جماهيرية تابعة للبوليساريو تؤطر الفئات، اتحاد النساء، اتحاد الشباب، اتحاد الطلبة، اتحاد العمال، حتى وإن لم يكن هناك عمال، لا يوجد مصنع واحد ولكن هناك اتحاد عمال. يعني الطلبة يدرسون في الجزائر وفي الخارج يتم ابتعاثهم، لكن حينما يعودون حتى وإن عادوا بشهادات لا يوجد أين يتم تشغيلهم، وبالتالي يتم إقحامهم في الجناح المسلح.
والجناح المسلح يسوده الفراغ لأنه حالة السلم أيضا، وبالتالي السلم يولد التمرد. اصغر العناصر اللي شفتها في المسلحه في البوليساريو كم عمرهم؟ لا كان معي قاصرين، وإحنا يعني في الدفعه انا كنت تدربت في دفعه 2016 في ما يسمى مدرسه الشهيد الولي. كان تقريبا جميع المتدربين كنا نناهز عدد 500، اكثر من 500، قريب من 600. كان بيننا قرابه 60 قاصر، 60 قاصر موزع تقريبا، كان 60. هذا شاهدته بأم عيني، وبحسب ما قيل لي أنه الأمر يعني متعارف عليه ومعهود. لكن هناك طرق أخرى للتجنيد، لأنه حتى ما يسمى بالمدارس يعني بحقيقة مدارس عسكرية، معسكرات. يعني قبل مرحلة التجنيد هناك تجنيد قبلي في مدارس المخيمات، وفي يعني كانت لديهم محاولات للإعداديات وإلى آخره، فيها ظروف عسكرة، لباس موحد. والمكونين يعني المدربين هل كلهم من البوليساريو أم هناك من جهات أخرى؟ لا، شوف، في المدرسة الأساس كلهم من البوليساريو، لكن التدريب يختلف. هناك من يتم ابتعاثه مباشرة للتدريب في السكنات الجزائرية وفي المدارس العسكرية الجزائرية، وحتى في الكليات العسكرية الجزائرية، بما في ذلك كلية الضباط في شرشال. لكن بعد التدريب الأساس الذي مدته 6 أشهر، يتم إلحاق المتدربين بما يسمى بالنواحي العسكرية في المناطق العازلة وفي المواقع المتقدمة. وفي تلك المرحلة هناك مراحل تدريب أخرى ما يسمى بالاختصاص، وهي المرحلة أنا مررت منها شخصيا، بمعنى يختص المتدرب في النقل العسكري أو في الدفاع الجوي أو في المشاة أو إلى آخره، أو في المدفعية الثقيلة إلى آخره. وفي تلك المرحلة الاعتماد أساسا على الخبراء، على المدربين الجزائريين، حتى ليس فقط المدربين، حتى التقنيين، حتى الميكانيكيين، حتى يعني الصيانة يقوم بها. إذا فهمت التخصص يكون في المنطقة العازلة ليس بالضروره. المهم بعد التخرج من المدرسه العسكريه هناك مواقع فعلا مواقع متقدمه في المناطق العازله فيها تدريبات الاختصاص، ولكن هناك ايضا معسكرات اخرى في مخيمات تندوف يتم فيها ايضا الاختصاص. هناك سكنه معروفه تسمى اصطلاحا بالقاعده، معروفة يتم فيها الاختصاص، وهناك مواقع أخرى معروفة يتم فيها الاختصاص العسكري. لكن في المجمل هذه التدريبات التقنية المختصة يشارك فيها الجزائريون أساسا، وفي مراحل أخرى كان يشارك فيها جنسيات أخرى، خبراء من جنسيات أخرى، سواء من يعني في السابق من ليبيا، من كوبا، في مراحل سابقة كان من أنغولا، من إيران، من عديد الدول التي تقدم الدعم من خلال. ربما الفترة اللي كي غادرت، ربما حتى غادرت هذيك، عمرك شفت إيرانيين أم لأنه هذه جات في فترة فيما بعد؟ لا، الإيرانيين كانوا يذكرون على أنه في مرحلة سابقة في الثمانينات، ثم بدأوا يذكرون مؤخرا في هذه السنوات الأخيرة. في مرحلة كنت أنا التقيت بالجزائريين أساسا، لم ألتقي بجنسية أخرى. والجزائريين اللي التقيت منهم في المنطقة العازلة أم لا عسكريين؟ طبعا أنا صادفت يعني بعثة تقنية غرضها الصيانة، ويعني كانوا يستغربون من الفوضى، وكان يعني يتعاملون معهم بنوع من الأستاذة. الناس برك المستمعين يكونوا في الصورة أنه الأمر يعني خطير جدا أنه يكونوا عناصر من الجيش الجزائري في المنطقة العازلة، يعني هذه تعتبر إشكالية. أؤكده لك هذا يعني بمشاهدة أم عيني، والأمر طبعا يتم بنوع من الحذر ونوع من السرية ونوع من آخره وعسكرية، لكن أؤكد هذا الأمر. ويتعاملون مسألة أخرى بنوع من الأستاذة وبنوع من الفوقية، يتعاملون معهم، والحقيقة هم معذورون لأنه يجدون نوع من الفوضى، خاصة فيما يتعلق بالصيانة، لأنه إمكانيات عسكرية هائلة يتم إهمالها. هذا هو مبرر تلك يعني النبرة. وهذا هو سؤالي، انت في التكوين تاعك هل كان يعني يبدو لك بانك عندك تكوين تاع انسان عسكري كما في اي مكان اخر، يعني عندك الامكانيات اللازمه من اجل انك تتكون؟ لا، شوف، الامكانيات موجوده، لان هذا الاشكال ليس في الامكانيات
أنا المشكلة ما لاحظته هو الفوضى، يعني غياب الانضباط، غياب الجدية، الفوضى، والفساد، لأنه المنظومة العسكرية منظومة فاسدة جدا وفوضوية، تشهد الاتجار في السلاح، تشهد تسيب في الإمكانيات، تشهد الاتجار في المحروقات. لكن هذا يرجع إلى العنصر البشري، يعني لأنه البوليساريو يعني مجموعة من مرتزقة فاشلين في تدبير أمور. هذه ملاحظة مجمع عليها، وهذا قلت لك من بين أسباب تلك النبرة الفوقية التي يتعامل بها الخبراء الجزائريين معهم، على أنهم يلاحظون نوع من الفوضى. الإشكال بالنسبة للخبراء والتقنيين الجزائريين ليس الفساد بقدر إهمال بعض الإمكانيات العسكرية الهامة. مثلا لانه الجزائري نخليك تكمل يعرف بانه امواله يعني مجنده من اجل توفير هذه ويوفر امكانيات، فاذا بها تتعرض للفوضى. مثلا ساعطيك مثال، عربات الBMP، عربات يعني مهمه، صناعه سوفيتيه في الثمانينات، كانت من اكثر العربات تطورا، وهي عربات مدرعه وسريعه الى اخره. تتضمن بعض الجزئيات، بعض المكونات الحساسه جدا، من بينها اجهزه رؤيه ليليه ومن بين الى اخره. يجدون هذه الاجزاء قد فقدت، بمعنى انه بيعت. فيتحسرون على أن هذه إمكانيات مهمة لا ينبغي التفريط بها بهذا الشكل. ماذا حصل لها؟ يعني لو عادت بالنفع على البوليساريو لما كان لديهم إشكال، ولكنهم يعرفون على أنها تم بيعها في السوق السوداء، وربما وصلت للتنظيمات الإرهابية وإلى آخره. هذا من بين الملاحظات أيضا. وهذا بالنسبة لي كان مؤثر جدا، كان من أسباب، من مجموعة من العوامل التي تدفع المرء إلى مراجعة مواقفه وإلى يعني الحالة من السخط وحالة من التذمر إذا هذه. ولكن بطبيعة الحال السخط والتذمر يبقى في إطار محدود، لأنه لو تتكلم أكيد ليست هناك الحرية التعبير من أجل أنك تعبر على مواقفك. السخط هو أن تحترم إطار البوليساريو فقط، أن تحترم فكرة البوليساريو وأن لا تخرج عنها. يعني لا تستطيع أن تقول أنا ضد البوليساريو مثلا، ولكن تستطيع أن تزايد على القيادة مثلا، ما دمت أنت في إطار الدفاع عن الانفصال إلى آخره، فربما مقبول أن تزايد كما تشاء. لكن الجهة الوحيدة المسموح لها بتجاوز هذا السقف هو يعني الفكر الديني المتطرف. تجد التكفير ويعني التبديع والتفسيق وضد البوليساريو جملة وتفصيلا، ومع ذلك يترك لهم المجال يعني يعيثون كما يشاءون في المخيمات ويعطرون الشباب. انت هذا واحد من العناصر اللي خلاك تبدا يعني كان عندك مشكل مع الخطاب الديني المتطرف، كان عندك اشكاليه مع الجانب هذا ام هو الجانب التنظيمي بالاساس؟ أنا كان عندي مشكل أساسا مع الفكرة غير موجودة. هذه الفكرة اللي كنت أؤمن بها وجدت ممارسات عكسها تماما، هذا هو الأساس. يعني أنت ربما تقدمت في السن أيضا، لأنه الإنسان لما يكون في عمره 18 17 سنة مش كما لما يبدأ ينضج أكيد. ويعني أن تكون متعاطف مع فكرة وأنت يعني يفصلك معها آلاف الكيلومترات، ليس أن تكون متعاطف مع فكرة مجردة، مع حلم، مع فكرة يعني مع قيم ومع مثل، ليس أن ترى بأم عينك واقع معاش يتناقض أصلا مع تلك الشعارات ومع تلك المبادئ ومع فهم. ثانيا بعض الممارسات هي نقيض لهذه الشعارات. يعني نحن كنا نؤمن بفكر حداثي تقدمي ثوري، فإذا بك تجد القبلية والعشائرية والمحسوبية والزبونية، فإذا بها ممارسات رجعية متخلفة. خصوصا أنه أنت لا تظن بأنه ما جعل بأنك عندك رأي مختلف لأنك أنت عشت في الأقاليم الجنوبية في المغرب. هل هذا يعني كان عامل أنه أنت ربما رأيت نوع من الاختلاف؟ بالتأكيد. لا، لأنه أنا عشت في انفتاح، هذا هو السبب. نحن كنا انفصاليون في المغرب، وكنا نعبر عن رأينا ونمارس النضال السلمي، وفي بعض الأحيان ننظم مظاهرات يعني ننخرط في هيئات حقوقية ذات توجه سياسي واضح مناصرة للانفصال، ولم نكن نتعرض لقمع ولا هم يحزنون. يعني ما في المغرب ما دمت لا يعني لا تقوض النظام العام، لا تغلق الطريق وترمي بالحجارة أو تعتدي، عبر عن قناعتك الانفصالية كما تشاء.
فإذا بك أنت في مناخ قمعي يهيمن عليه الفكر الواحد، وحينما تعارض يتم أيضا شيطنتك وتشهير بك وتسفيهك، ولا يوجد أصلا أي مجال للحوار ولا أي مجال يعني للتعبير عن الرأي. أنت في جميع الأحوال ينبغي أن تكون إما بوليساريو إما إرهابيا متطرفا، يعني لا مجال لأي رأي مختلف. واكيد انك وقفت على فساد، لانك تكلمت على قضيه المساعدات والتلاعب بها ومسائل تاع فساد ايضا في هذا شيء يعني ملاحظ، هذا شيء اي شخص يعني عاش في المخيمات يلاحظه بأم عينه، حتى المراقبون. يعني الامر ورد في التقارير الدوليه، ورد في تقارير حتى البرلمان الأوروبي، ورد يعني الأمر ملاحظ. والسرقة والنهب راهو على رؤوس الأشهاد، يعني لا يتم سرا. انت في الرابوني ليلا ستشهد يعني نقل المساعدات الإنسانية جهارا نهارا، يتم إخراجها في اتجاه تندوف وفي اتجاه موريتانيا وفي اتجاه، وبل أنه هذه الشاحنة الصهريجية يملكها القيادي الفلاني وهي تهرب المحروقات، وهذه الشاحنة يعني البضائع للقيادي الفلاني أو العلاني. هذا أمر يعني على كل حال بعلم السلطات العسكرية الجزائرية، ليس فقط بعلم، في كثير من الأحيان بمشاركة. لا أظن أنه الأمر يقتصر عليه، لأنه في بعض الأحيان يعني الأمر أيضا مشاهد، بعض البضائع يتم تسويقها في تندوف مثلا المدينة، لأنه موجود السوق أصلا، السوق الخاص يعني تجد فيه البضائع الموجودة منها، لكن في بعض الأحيان يتم تسويقها بشكل شبه منظم، بمعنى أنه السلطات على علم والمسؤولين على علم، والذريعة ربما هي إيجاد مصادر تمويل، إيجاد صناديق سوداء لمساعدة البوليساريو في إيجاد مصادر تمويل خاصة بها، إلى جانب الدعم طبعا الرسمي والى آخره، ربما تحت هذه الذريعة. لكن في حقيقة الأمر هو هذه الصناديق السوداء هي مجال للتربح وللانتفاع، وينخرط فيها أيضا القاده العسكري، لأنه أصلا العتاد العسكري هو من تمويل من الميزانية تاع الجيش الجزائري، يعني لا أظن أن هناك مصادر أخرى، يعني تمويل كل جناح العسكري بمحروقاته وبغذائه وبحتى رواتبه كلها من وزارة الدفاع الجزائرية. هذا أيضا أمر متعارف عليه أكيد. سي سالم أشكرك. أنا ماذا بيا نخليو الجزء الآخر، لأنه ما زالت عندي أسئلة، خصوصا نخليو لهم شوية، نخليو لهم السسبانس. لا هو كاين واحد السؤال على من التقيت وكلش، هذاك خليه لنا المره القادمه ان شاء الله ونكملوا. ولكن صراحه انا يعني شاهدتك في غايه الاهميه، يعني ما فهمتش كيفاش انت كنت كاتبها علينا. لا بنحسن ظنك فقط. لا صراحة، وخصوصا الفكرة، وصدقني بأنه أنا حتى في الإحصائيات تاع اللايفات تندوف راهي من يعني تقريبا في الطوب، يعني أنه ناس الآن في المخيمات راهم يسمعوا، وأنه أظن أنه التجربة تاعك ولا الاصطدام تاعك مع الفكر الانفصالي ربما هم أيضا يستفيدون للخروج من الوضع اللي هم موجودين فيه للأسف، واللي هو وضع لا أظن أنه يقبله أي أحد صراحة. أكيد هذا هو الدافع أساسا، هو التحسيس بهذا المعاناة وبهذا الواقع المزري. هذا هو الدافع أساسا بالنسبة لي، وهذه قضيتي بحقيقة الأمر، وهذا الجانب الإنساني يعني المؤسف في هذا النزاع المفتعل. اكيد. ويبقاو انا دائما نقول انه منهم، انا ما نتكلمش عن الناس اللي مسلحين، ولكن هناك ناس بالنسبه لهم ضحايا يعني، واتمنى لهم كل الخير وانهم يخرجوا من تلك المخيمات ويروحوا الحياه يعني افضل، او حياه طبيعيه في الاقاليم الجنوبيه المغربيه. تماما. شكرا لك السي سالم ومرحبا بك معنا. شكرا يبارك فيك، يعطيك الصحه.